أصدقائنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية من بودكاستكم المفضل. ليه كده؟ الزمالك ليه؟ ممكن تكون شفت أو سمعت عن علاقات توكسيك كتير في حياتك. حسام حبيب وشيرين، دينا الشربيني وعمرو دياب، دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز. دينا الشربيني طالعة معانا بأكتر من شخصية الفترة دي، ولكن ستظل علاقة المشجع الزملكاوي بالزمالك هي الأكثر توكسيسيتي عبر التاريخ. الزمالك فرقة مفيهاش وسط، يا فرحان فشخ يا مقهور. طبعا كنت مستني اقول لك حزين. absolutely. السيناريوهات اللي بتحصل مع الزمالك ما تسببش غير قهر. الزمالك فرقة محددة جدا، فيها قواعد شبه ثابتة. نجم الفريق هيتصاب، هيتباع، هيعتزل، ولو كان عندك اكتر من نجم كلهم هيجيلهم عروض وهيمشوا، وغالبا هيروحوا المنافس الرئيسي بتاعك. اي لعيب هتبيعه هينزل اول ماتش يلعبه قدامك يحط فيك جون او اتنين. اي مدرب هينجح معاك غالبا في نهاية الموسم هيجيله عرض من اي دوري في العالم، ان شاء الله الدوري السريلانكي، وهيسيبك ويروح. 3 ايقاف قدم الفيفا، حد واربع حل مجالس ادارات. بتنزل الماتش وانت غالبا عندك كورتين 3 في العارضة كحد ادنى. ما ينفعش تكسب ماتش بفرق اكتر من جونين، انت دايما فارق بجون، ولغاية اخر دقيقة بيجي عليك هجمات، كور بتيجي في العارضة، اجوان بيلغيها الفار، ولكن لازم تفضل حاطط جمهورك تحت ضغط لحد اخر دقيقة في الماتش. مشجعين الزمالك ميكس غريب جدا، اوفياء، ساديين، بيحبوا جلد الذات، عاشقين لضيق التنفس، هارد ووركرز، مش بيحبوا الحاجات السهلة، عندهم ثبات انفعالي. اصل حاول تتخيل معايا كده، لو انت مثلا بقالك 50 سنة بتشجع الزمالك، ممكن يكون اتحفل عليك كام مرة وبرضه مكمل لغاية دلوقتي. مشجع الزمالك مشجع قنوع، خدنا كاس تمام، خدنا دوري وماله، كسبنا الاهلي يا عم حلو كويس. اصل الزمالك شبه الدنيا فيها حلو ووحش، صعب وسهل، مكسب وخسارة، ولكن على الجانب الاخر من العالم في فرق بتكسب بس وزعلانين مش عاجبهم، بيمشوا المدربين. المهم، وبعد تفكير عميق، وبعد ما قعدت اوفر سينك في الزمالك مع كل سنين التشجيع اللي انا بشجعها له، وصلت الإجابة للسؤال اللي محيرني ومحير الجمهور: مين يقدر يحل مشاكل الزمالك؟ مين عنده القدرة ان هو يتعامل مع ضيق التنفس، السيناريوهات الهندية، المعاناة؟ وفجأة الإجابة نورت في دماغي: المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان. طبعا هتسألني وتقولي ليه؟ اشمعنى؟ الناس دي عندها خبرة في التعامل مع المعاناة والمصايب والمؤامرات مهما كانت درجة تعقيدها، وعندهم قدرة على الخروج من أكتر السيناريوهات العبثية والمشاكل الغريبة بحلول أكتر عبثية وهندية منها. يعني مثلا ممكن يرجعوا حازم إمام وميدو يلعبوا، حسام حسن يكسبوا الدوري في النص التاني بجون في آخر ثانية. سيناريوهات فيها ليفل أعلى من ضيق التنفس والحلول، ياخدوا الدوري بفارق أهداف. أنا من رأيي المتواضع الذي لا قيمة له شايف إننا نمسك المخرج محمد سامي رئيس نادي، والفنان محمد رمضان مدير فني، وطبعا أنا مش ناسي الصفقات. هنجيب كل الممثلين والاستاف اللي بيمثل دايما في المسلسلات بتاعتهم يبقوا هم اللعيبة، وأنا أوعدكم بفوز بكل البطولات بسيناريوهات أسطورية ونهايات سعيدة غير مأساوية. وفي النهاية، وبرغم الحفر والنقر والخوازيق، سنظل أوفياء وسنظل نحب الزمالك. في نهاية الفيديوهات بيقولوا اضغط لايك وشير وسبسكرايب. لو الفيديو عجبك عرفني، ايا كانت الطريقة، مش لازم تعمل حاجة معينة.